السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ثم راجل ماخذ امرأة، واحد تاجر بقداه معناه لابس عليه، وعايش هو وهاك المرأة في الغاية والنهاية، لكن بعد مدة ما تعشروش، كيف ما يقولوا طبيعته ما جاتش موافقة لطبيعتها، اللي يعجبه هو ما يعجبهاش هي، واللي يعجبها هي ما يعجبوش. مش فرد طبيعة، مش فرد ذوق، مش فرد أخلاق، اتفاقوا. أعطاها طليقتها ومشات لضربوها. هاو كيف طلقها هو، المرأة كانت تحب له، عدات 9 أشهر وولدت، جابته العيد. جاه الخبر، اللي جا خبره أعطاه البشارة، ومشى قضى ما يلزم من ثمن ومن عسل ومن جلجلال للزرير ومن سميد للعصيدة، وقص وفصل للصغير ولمه، وقام بواجبه وما خلاش من جهده، وبعث لها القضية، وقعد ساعة يتفقدها بحويجة من جهة الرضاعة كما نقولوا والحضانة، عامل كأنه قاضي الفريضة حكم عليه بشيء وهو طيب أمره قاعد ينفذ، وهو لا حكم عليه لا قاضي لحد، أما وحده هذا كولده على كل حال، وهذيك ما هي إلا أم ولده. أي جاء مكتوب هاك المرأة هذيك خذات راجل، هاك الراجل تاجر حتى هو وفي خير، وطلع يحبها محبة مفرطة،